بيبدأ الفيلم بماتش كورة بين فريقين، وبيكون في لاعب اسمه فون اللي بيطلقوا عليه القدم الذهبية، بس بيضيع فون ضربة جزاء ويخسر فريقه فيضربوا جمهور فريقه ويكسروا رجله. وبعد 20 سنة بنشوف لاعب من الفريق ده اسمه هونج في لقاء صحفي، وبنعرف انه دلوقتي يبقى مدرب لفريق ايفل، وبيكون فريق ايفل فاز بالكاس الذهبية 5 سنين ورا بعض. وبعدها بيروح هونج النادي وبيشوف هناك زميله فون اللي كان بيلعب معاه زمان ورجله اتكسرت، وبيطلب فون من هونج انه يدرب اي فريق ويقول له انه هيقدر يخليه يفوز بالكاس. بس هونج بيهزقه ويقول انه زمان كان لاعب محترف بس دلوقتي ملوش لازمه، فيتعصب فون. وبنعرف ان هونج هو اللي طلب من فون انه يضيع ضربه الجزاء في الماتش زمان، وينرفزه هونج زياده ويقول له انه كمان دفع اللي كسر له رجله. فيخرج فون من النادي وهو زعلان وبيقف في الشارع يتفرج على ماتش كوره، وبيشوف فون شاب اسمه بينج بيعمل تمارين في الشارع، وبيقول له بينج ان اداء الفرقتين فعلا مش كويس. وبنعرف ان بينج بيعلم الناس الكونغ فو شاولين اللي بيكون شايفها بتنفع كل الناس في حياتهم، ويقول له بينج انه ممكن يعلمه الكونغ فو لو عايز، ويدي بينج الفون الكارت بتاع مدرسة شاولين لتعليم الكونغ فو. وعشان يأكد له كلامه بيخليه يبص على بنت بتتزحلق في قشرة موز فتقع، فيقول له بينج انها لو كانت اتعلمت الكونغ فو شاولين للتوازن ما كانتش وقعت كده وكانت قدرت تنقذ نفسها. وبيوريه كمان ست مش عارفة تركن العربية، وبيقول له بينج انها لو كانت اتعلمت الكونغ فو كانت تقدر تركنها بحركة واحدة. وبيكون في راجل بيقطع الشجر وينسقه وبيكون بطيء جدا، فيجي المدير ويطرده، فيقول له بينج انه لو كان اتعلم طريقه السيف الطاير في الكونغ فو كان حافظ على شغله وخلصه بسرعه. فيقول له فون ان على كده الكونغ فو حل كل المشاكل. فيقول له بينج ان الكونغ فو شاولين مش بس فن قتال، ده بيساعد الناس على تحسين حياتهم. ويقول له كمان انه يقدر يعلمه الكونغ فو حتى بالاعاقه اللي في رجله. فيزعل فون ويتضايق منه ويحط الكارت بتاع مدرسه الكونغ فو في علبه الكنز اللي في ايده ويحدفها على بينج، بس بينج بيشوطها برجله شوطه قويه فتطير لفوق وتختفي في السماء. وبيمشي فون ويروح بينج يشوف شغله ويشيل المخلفات. وبعدها بيشوف بينج كوتشي عجبه في محل وبيكون تمنه غالي جدا، وبيكون جزمته متقطعه على الاخر، بس بيجي صاحب المحل وبيمشي بينج. وبعدها بيشوف بينج واحد مش عارف يشيل تلاجة فيساعده بينج ويشوط التلاجة برجله ويرفعها على العربية بحركة واحدة. وبعدها بيوصل بينج لمقلب المخلفات فياخد صاحب الشغل منه الأكياس ويديله 20 سنت. فيروح بينج مطعم صغير عشان ياكل ويشوف هناك بنت اسمها ميوي بتعجن وبتستخدم اسلوب الكونغ فو في الطبخ، وبيكون في واحد عايز منها 10 كحكات فيحدف لميول الحلة فتمسك ميول الحلة بمهارات الكونغ فو. وبيكون واضح على بينج انه معجب بميوي واستخدامها للكونغ فو في الطبخ، ويقول لها بينج ان هي جميلة فياكل بينج الكحك ويقول لها انه جميل، فتقول لميوي ان كده حسابه دولار، ويقول لها بينج ان كل اللي معاه 50 سنت وهيجيب لها الباقي بكرة ويسيب لها الجزمة بتاعته رهن. ويغني بينج لميوي ويقول لها ان هي جميلة، بس ميوي بتدلق على المية عشان بتحس انه بيكذب لانها مغطية وشها بشعرها بسبب التشوهات اللي في وشها. وبعدها بتيجي صاحبة المحل وتقول لميلوي تشوف شغلها، ولما بتشوف صاحبة الشغل الجزمة بتاعت بينج المقطعة بتقول لميول ترميها في الزبالة. وبعدها بيروح بينج لواحد زميله في تعلم الكونغ فو اسمه فوم ويقول له انه اخترع طريقة جديدة تجذب الناس عشان تتعلم الكونغ فو، وهي الكونغ فو بالرقص والغنى. فيقول له فوم ان الكونغ فو ما بياكلش عيش ولازم يلاقي شغلانة تجيب له فلوس يصرف بيها على نفسه. في الوقت ده بيجي صاحب المحل ويكسر ازازة عصير على راس فوم ويقول له ان الفرقة الموسيقية ما جاتش النهاردة ويطلب منه يتصرف. فيفتكر فوم ان بينج لسه قايل له ان عنده طريقة في الغنى بالكونغ فو، فيقول للمدير اللي بيوافق انه يشغل بينج. ولما بيجني بينج وفوم بصوتهم الوحش بيرمي الزباين عليهم الازايز ويضربوهم، ويفضل الزباين يضربوهم على راسهم ويكسروا فيهم. وتاني يوم بيكون فون في الشارع فيشوف الكنز اللي بينج شاطه في رجله مرشوق في حيطه، فيروح فون ويخرج الكارت بتاع مدرسه الكونغ فو، بس لما بيشيل فون الكنز بتقع الحيطه. وساعتها بيشوف بينج بيتخانق مع مجموعه من الناس وبيكون مش عايز يضربهم او يأذيهم، بس لما واحد منهم بيحدف عليه الكوره فيشوطها بينج بقوه فتيجي في بطن اللي حدفها وتطيره لبعيد وتوقعه على الارض. وبيشوط بينج عليهم الكوره مره تانية فتطير اتنين منهم وبعدها بتشرخ الحيطه. وبيكون فون فاتح بقه ومستغرب من اللي بينج بيعمله. في الوقت ده بيحاول واحد منهم الهرب من بينج فيشوط بينج الكوره وتيجي في عيدان الخشب اللي بتطير وبتقع حواليه من كل ناحيه. وبعدها بيروح بينج ويشرب عصير. في الوقت ده بيجي له فون ويشوف رجله ويقول له فون انه ممكن يستخدم الكونغ فو في لعب كرة القدم، ويقول له بينج بحماس هو ازاي ما فكرش في كده قبل كده. فيقول له فون انه كمان لاعب كرة وكانوا بيسموه زمان القدم الذهبية وممكن يدربه. فيقول له بينج انه جاهز يبدأ التدريب من دلوقتي.
ويقول له فون انه محتاج حذاء كويس الاول. فيروح بينج لميوي ويسالها عن الكوتشي بتاعه القديم، فتقول له في الاول انها رمته وبعد كده بتديهوله. فيفرح بينج عشان ميوي بيكون صلحت له الكوتشي، ويبدا بينج يروح لواحد من اصحابه اللي كانوا بيتدربوا معاه كونغ فو عشان يكونوا فريق لكرة القدم. فيروح بينج لفون صاحب الراس الفولاذيه ويلاقيه زعلان عشان صاحب المحل اتضايق لما غنوا ورقصوا بطريقه الكونغ فو، ويقول له بينج انه هيلعب كرة القدم باسلوب الكونغ فو وعايزه معاه في الفريق، بس فون ما بيرضاش. وبعدها بيروح بينج وفون لواحد تاني عشان هيحتاجوا في حراسة المرمى، بس بيقفل الباب في وشهم اول ما يشوف بينج. وبعدها بيفتح الباب فيقول له بينج انه عايزه يلعب معاهم في فريق كرة القدم، بس بيقول لهم انه محتاج لشغل مش لعب الكورة. فيقول له فون ان الفريق ممكن يدخل بطولة الكاس والفريق الكسبان هياخد $1,000,000، بس ما بيرضاش برضه وبيقفل الباب في وشهم مرة تانية. وبيروح بينج وفون للاعب كونغ فو تاني وبيكون شغال راجل اعمال، ويقول له بينج يلعب معاهم في فريق كرة القدم، بس ما بيرضاش وبيقول ان احتمالية فوزهم عاملة زي واحد بيلعب ملك وكتابة. وبعدها بيروح بينج وفون لواحد تاني كان مشهور بينهم بالدراع الفولاذية وبيكون بيشتغل في سوبر ماركت كبير وبياكل طول الوقت. فيطلب منه بينج انه يلعب معاهم في فريق كرة القدم، فيقول له انه وزنه زاد ومبقاش قادر يلعب كونغ فو ولا يقدر يجري حتى. وبعدها بيمشي بينج وفون ويروحوا للاعب تاني من اصحاب بينج وبيكون بيغسل اطباق على عربية اكل في الشارع، وبيطلب منه بينج انه يلعب معاهم ويستخدم اسلوب الخاص بيه في الدفاع، بس بيرفض هو كمان انه يلعب معاهم في فريق كرة القدم. وبعدها بيروح بينج وفون البيت وبيكون بينج متضايق عشان معرفش يقنع اصحابه يشتركوا معاه في فريق كرة القدم، بس في الوقت ده بيوصل كل اصحاب بينج ويتفقوا انهم هيبداوا التدريب معاه ويروحوا كلهم عشان يتدربوا، بس بيشوط بينج الكرة لفوق شوطة قوية فتختفي في السماء، ولما تنزل الكرة كلهم بيجروا ناحيتها ويتخانقوا عليها. فيصفر فون ويبدا يعلمهم ازاي يباصوا لبعض ويشوطوا الكرة ويعلمهم مهارات واساسيات لعب كرة القدم. ويقول فون لبينج انه لازم يشوط الكرة بالقوة المناسبة، ويقول له يتمرن بالبيض الاول ويحاول يلمس البيضة برقة عشان ما تتكسرش، بس اول ما بيرمي له البيضة على رجله بتتكسر، بس بعد كده بيتمرن على البيض كويس وبيقدر ينطط الكرة من غير ما يكسرها. وبيرسم فون علامة على الحيطة فيتمرن بينج على التصويب على الحيط، وبيقدر بينج انه يشوط كويس حتى من مسافات بعيدة. وفي نفس الوقت بيمرن فون بقى اللعيبة على تمرير الكرة لبعض، وبعدها بيجيب لهم فون فريق تاني عشان يلعبوا معاه مباراة، وبيقع من هدوم كابتن الفريق مفتاح فرنساوي وبعدها شاكوش، وبنعرف انه ميكانيكي وعلى طول مع العدة بتاعته. ولما تبدأ المباراة وفي اول هجمة البينج بيهجم عليه اكتر من لاعب في نفس الوقت ويخبطوا فيه، فيقع بينج على الارض فيهجم على الفريق كله ويضربوا علقة محترمة، وبعدها بيمسك الفريق التاني فريق بينج ويضربوهم بكل قسوة لدرجة ان واحد بيضرب التاني بمفتاح حديد على راسه، وواحد تاني بيشيل لاعب من فريق بينج ويرفعه لفوق وبينزله على ركبته. ويروح فون لبينج ويقول له يقوم ويلعب، بس بيتنرفز بينج عليه فيديله فون كارت احمر. ولما بيقول له بينج انه بيضحي بيهم فيقول له فون ان الماتش ده اختبار ليهم ولو ما نجحوش فيه مش هيقدروا يشاركوا في البطولة. وبيكمل لعيبة الفرقة التانية ضرب في اصحاب بينج، فيرفع واحد من فريق بينج عصاية ويعلق فيها الشورت الابيض ويقول لهم انه بيستسلم، فيتريق الفريق التاني عليهم. وبعدها بيغمض بينج عينه ويقول للمدرب ان حاسس ان روحهم القتالية راجعة من تاني، فيقف واحد من فريق بينج على راسه وبيرفع واحد تاني جسمه كله من على الارض بايده، وبيقف واحد تالت على صوابع رجله، وبيقف الرابع على رجل واحدة وبيتني جسمه كله لورا، وبيرفع حارس المرمى جسمه كله من على الارض، وبيقف بينج على رجل واحدة وبيرفع رجله التانية لفوق ويمسكها بايده. واول ما بيهاجم لعيبة الفريق التاني واحد من فريق بينج بيتشقلب وبينزل براسه على بطن اللعيب اللي بيهاجمه، وبعدها بياخد الكرة ويخليها على راسه وبعدين يحدفها لزميله اللي بيتحرك بسرعة، وبيمسك الكرة برجليه الاتنين وبيفضل يحرك الكرة بين رجليه الاتنين ويمشي بايده، وبيضرب برجله لعيبة الفريق التاني اللي بيهاجموه، وبيمرر الكرة لزميله التاني اللي بيجري وبيطير ويشوط الكرة لزميلهم اللي بيمسك الكرة بعضلات بطنه فيضربوا كلهم، بس بتكون عضلات بطنه ورقبته قوية جدا لدرجة انهم لما بيضربوا بالمفتاح الحديد بيتني، وبعدها بيفرد عضلات بطنه فتخبط الكرة واحد وبعدين بترجع لحارس المرمى. في الوقت ده بيقلع لعيبة الفريق التاني كوتشياتهم وبيرموها على حارس المرمى، فيجمع حارس المرمى الأحذية بتاعتهم وبيرميها مع الكرة عليهم، وبيعمل بينج حركة كونغ فو في الهواء، وبعدها بيشوط الكرة بالكوتشيات عليهم فبتترمي الكوتشيات في وشهم وبتيجي الكرة في العارضة وبتتنيها. في الوقت ده بتنتهي المباراة فبيطلب لعيبة الفريق التاني من فون انهم يضموا لفريقه فيوافق فون. وبعد كده بنشوف هانج اللي بيكون قاعد على حمام السباحة عشان يتابع فريقه اللي بيتدرب تحت مية حمام السباحة، وبيكون معاهم خبرة كتير ومعدات حديثة، ولما بيشوط لعيب الكرة بتخرج مية كتير من حمام السباحة بسبب قوة الضربة. وبعدها بتيجي مكالمة لهانج فيروح قاعة الاستقبال في النادي، وهناك بيشوف
بيشوف فون اللي بيقول له ان الموظفة مش عايزة تسجل اسم فريقه في بطولة كرة القدم. واول ما بيشوف هانج فريق فون بيضحك جدا وبيقول له ان نفسه يشوفهم في الملعب، فيوافق هانج على مشاركة فريق فون اللي بيسميه فون فريق شاولين، وبيدفع هانج الفون كمان رسوم الاشتراك. وبعدها بيروح بينج لميوي وبياخدها ويروحوا يتفرجوا على فساتين في محل كبير، ويخليها تختار فستان وتلمسه بايديها، وبيعرفها انه بقى بيلعب في فريق كرة قدم وقريب هيكسب فلوس كتير ويشتري لها الفستان. في الوقت ده بينادي عامل من المحل على بينج ويطلب منه انه يمسح المحل، لانه اتفق معاه انه يخلي ميوي تتفرج على الفساتين مقابل انه يمسح له المحل. وبعد كده بيلعب فريق شاولين اول مباراة ليه في الدوري، وبيبقى الفريق اللي قدامهم مستهتر بيهم جدا، لكنهم بيتفاجئوا لما بيسجل فيهم بينج اول جون في اول ثانية في الماتش، وبعدها بيجري وبيسجل تاني جون وبيخلص الماتش 40-0 لفريق شاولين. وبيلعب بعدها فريق شاولين ماتشات كتير في الدوري وبيكسبوها كلها، وفي ماتش من الماتشات بيستخدم واحد منهم راسه ويسجل اجوان كتير براسه، وبيجري واحد منهم بالكرة وهو ماسكها ببطنه لحد المرمى، وبيطير واحد تالت بالكرة وبيسجل الجون برجله القوية. وبيبقى فريق شاولين مشهور جدا والصحفيين بيعملوا معاهم حوار، وبيعرفهم بينج انهم بيكسبوا عشان بيستخدموا مهارات الكونغ فو في اللعب. وبعدها بيروحوا لشركة بوما وكل واحد بياخد الكوتش اللي هو عايزه. وفي الوقت ده بتغير ميوي من شكلها، وفي نفس اليوم بيروح الفريق كله للمطعم اللي بتشتغل فيه ميوي، وبيعرف بينج ميوي على اصحابه اللي بيتريقوا عليها، بس ميوي بتضحك معاهم وتبين انها مش زعلانه. ولما تيجي صاحبة المحل بتتريق على شكل ميوي وتحاول تضربها، فتضربها ميوي ضربات كونغ فو بايديها من غير ما تتحرك. وبعدها بتتكلم ميوي مع بينج وتساله هو بيحبها ولا لا، فيفهمها بينج انهم اصحاب وبس، فتعيط ميوي وتسيبه وتمشي. وتاني يوم بتكون مباراة قبل النهائي بين فريق شاولين وفريق بنات قوي جدا، وبتقدر البنات تعدي من كل اللعيبة ويوصلوا للجون ويبدأوا يسددوا على المرمى، بس حارس المرمى بيقدر يصد كل تسديداتهم، وبيرمي حارس المرمى كرة بإيده ورمية قوية فتدخل في جون الفريق التاني فيكسب فريق شاولين، فيوصل فريق شاولين للنهائي قدام فريق ايفل اللي بيدربه هانج. وتاني يوم بيقابل هانج فون ويديله شيك ويطلب منه انه ما يلعبش ماتش النهائي، وبيكون هانج عايز يضم لعيبة فون لفريق ايفل، بس فون بيرفض ويقول لهانج انهم هيكسبوا البطولة ويسيبوا فون بعدها ويمشي. ويروح بينج المحل اللي بتشتغل فيه ميوي وما بيلاقيهاش، وصاحبة المحل بتقول له انها طردتها. وبعدها بتبدأ المباراة النهائية وبيكون كل لعيبة الفريق عينهم على الكاس، وبيبدأ الماتش وبيمرر بينج الكرة لواحد من فريقه ويشيلها بين رجليه وبيطير بيها لفوق، وبعدها بيمرر الكرة لبينج ويجري بيها ناحية المرمى ويسددها بقوة كبيرة جدا، بس حارس فريق ايفل بيصد الكرة من غير ما يتحرك من مكانه وبإيد واحدة وهو حاطط ايده التانية في جيبه، وبيشاور الحارس لبينج بصباعه عشان يسدد ضربة تانية، فيسدد بينج في الزاوية اليمين، بس الحارس بيطير ويصدها بكل سهولة، ويشوط بينج كرة ثالثة ويصدها الحارس بإيده الاتنين من غير ما يتحرك من مكانه. في الوقت ده بيضحك هانج وبنعرف انه ادى لعيبة فريقه منشطات ضعفت قدرتهم وقوتهم، وكمان اشترى حكم الماتش وحامل الراية فيفتكر انه خلاص ضمن الماتش. وبعدها بيرمي حارس مرمى ايفل كرة قوية جدا بايديه، بس بيقدر حارس مرمى شاولين انه يصدها وتوصل الكرة للاعب من فريق ايفل، فيشاور له حارس المرمى فيشوط اللاعب كرة قوية جدا بتيجي في الحارس فيتخبط ظهره في المرمى، ومن قوة الكرة ايد الحارس بتتعور وبيبقى كلها دم، ولما بيشوط على الحارس تسديدة تانية قوية بتتأذي ايد الحارس الاتنين وبيقع على الارض، وبعدها بيشوط اللاعب الكرة فتاخد الكرة الحارس وتحدفه بعيد خارج الملعب، فيشاور حكم الراية على انها ضربة ركنية، وبيخرج حارس المرمى على نقالة بره الملعب. وبعدها بيتصاب فوم بعد اشتراكه في كرة براسه، وبيتصاب لاعب تاني من فريق شاولين بعد ما بيقع من مسافة كبيرة، ولما بيتحكم لاعب من فريق شاولين بالكرة بيعمل اتنين من فريق ايفل نفس الحركة ويمسكوا رجله بقوة ويكسروها، وبعدها بيصفر الحكم نهاية الشوط الاول، وفي اوضة تغيير اللبس بيكون اللعيبة كلهم متصابين وخايفين جدا من فريق ايفل، وبيفهمهم فون انهم دلوقتي 8 لعيبة على ارض الملعب، ولو لاعب كمان اتصاب هيبقوا 7 ومش هيعرفوا يكملوا الماتش. وفي الشوط الثاني بيقف لاعب مكان الحارس اللي اتصاب، وبيعمل فريق بينج جدار بطريقة الكونغ فو قدام المرمى، واول ما يشوط فريق ايفل الكرة عليهم بيقعوا كلهم على الارض، وبتتشاط على الحارس تسديدات نارية من فريق ايفل، بس بيقدر الحارس يصد كل التسديدات فيتصاب الحارس، بس بيقدر انه يمسك الكرة ببطنه، وبعدها بيحدف عليهم الكرة ببطنه فيطير اتنين من فريق ايفل، وبياخد بينج الكرة وبيجري بيها على المرمى ويسدد تسديدة قوية جدا في الزاوية البعيدة، لكن الحارس بيحرك العارضة فبتخبط فيها الكرة، ويحاول بينج انه يوصل للكرة بس بيتصاب بينج اصابة قوية في رجله، بس بيستحمل عشان فريقه ما يخسرش، وبتتشق كرة قوية جدا على حارس المرمى فتخبط في الحارس وتوقعه على الارض ويخرج بره الملعب، فينقص فريق شاولين كمان لاعب، فيسأل الحكم فون هل عنده لاعب تاني، فيقول له فون لا، وقبل ما يصفر الحكم بتظهر ميوي وتكون حلقة شعرها كله وتقول انها هتلعب معاهم حارس مرمى، وتدي
ميوي لبينج كوتشي القديم اللي خيطته ليه بدل الكوتشي بتاعه اللي اتقطع، وتنزل ميوي الملعب وتروح ناحية المرمى بس بتتخبط في القائم، وتروح تقف جنب حارس مرمى فريق ايفل فيعرفها الحارس ان الجون بتاعها الناحية التانية، وبيشوط عليها لاعب من فريق ايفل كرة قوية بس بتقدر ميوي تصدها بطريقة الكونغ فو، وكمان بتلفها على صباعها وترميها البينج اللي بيشوط كرة قوية جدا، فتاخد في طريقها كل اللعيبة وتاخد مع حارس المرمى وتدخل الجون وتوقع العارضة كمان، فيقع كل لعيبة فريق ايفل ويكسب فريق شاولين البطولة ويفوز بالكاس. وبيدخل هانج السجن 5 سنين لما بيتعرف انه كان بيدي منشطات للعيبة بتاعته، وبعدها بفترة بيكون بينج بيتمرن في الشارع فيلاقي الناس كلها بتستخدم الكونغ فو شاولين في حياتهم اليومية زي ما كان بيتمنى في اول الفيلم، وبيلاقي ناس كتير بتتمرن على الكونغ فو في الشارع ويخلص الفيلم. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.